السلام عليكم، مستعدين للفنون القتالية والواد ريكي ابن المفترية؟ يلا بينا. قصتنا بتبدأ مع عربية شرطة فيها مجموعة من المساجين داخلين واحد من أخطر السجون في العالم. السجن ده معزول ومحدش يعرف عنه حاجة، وأول ما المساجين نزلوا من العربية ودخلوا للتفتيش ظهر معانا شاب عنده 21 سنة اسمه ريكي أو، وكانوا الحراس موقفينه، وريكي بيكون محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنين بسبب القتل غير المتعمد. في اللحظة دي جهاز الكشف عن المعادن عمل إنذار خطير، والحراس افتكروا ان ريكي معاه سلاح، ولما فتشوه ما لقوش معاه حاجه، واما دخلوه على جهاز الكشف بالاشعه كلهم اتصدموا عشان لقوا 5 طلقات ناريه كانت داخل جسم ريكي. واول ما الحراس شافوا كده خلوه يعدي من التفتيش في ثواني. وفي الوقت ده بيظهر معانا راجل عجوز اسمه ما، كان في حاله وبعيد عن المشاكل، ولكن فجاه مجموعه من المتنمرين اللي ما عندهمش رحمه ضربوا بافتراء. وما كان هدفه يخرج من السجن عشان يشوف زوجته واولاده. وفي وقت ما هم بيضربوه ظهر معانا شخص اسمه بري، وبري بيكون رئيس العالم السفلي للسجن، وعرف ما ان طلب خروجه من السجن اتقبل. ولكن فجأة بري افترى عليه بدون رحمة ومسك اللعبة بتاعته كسرها عليه بكل قوته. العجوز ما حاول يترجاه عشان يسيبه في حاله، لكن بري ورجالته كسروه تماما. واول ما خلصوا ضرب فيه فجأة ريكي ظهر زي الشبح وكعبل الرئيس بري على وشه وجاب له اصابة مميتة. ولما واحد من رجالته وقف قدام ريكي حذره وقال له مش هتعرف تقف في طريقي. واول ما سمع كده اترعب وجري من قدامه. وتاني يوم بري كان هيتفجر من الغضب بسبب ريكي، وفي اللحظة دي قرر انه لازم يعاقبه، وراح لواحد تبعه من الحراس الفاسدين وقال له انت هتاخد المرتب الشهري بتاعي في السجن مقابل انك هتزيف اطلاق سراح العجوز، وهتكلف مقاتل ضخم اسمه رونج شكل عشان يخلص على حياة ريكي. وبالفعل تاني يوم الحارس الفاسد ده راح لمكان الشغل بتاع ما وطلب يقابله في الساحة الخلفية، وهناك قال له اسمع انت مش هتخرج من السجن، واطلاق سراحك اللي تم قبوله اترفض. واول ما العجوز ما سمع كده اتصدم لانه كان نفسه يشوف زوجته واولاده باي طريقة، ولكن الحارس اللي ما عندوش قلب كدب عليه ونزل فيه ضرب بكل قوته. وللاسف لما الليل جه ما بقاش عنده سبب يعيش علشانه، فقرر ينهي حياته. وكل ده بسبب بري لانه كذب وزور خبر اطلاق سراحه. واول ما خبر موت ما وصل للمساجين كلهم كانوا في حاله حزن شديد، لان ما كان قلبه طيب، ولكن ريكي حبس جواه بركان غضب، ولو انفجر هيخلص على كل اللي في السجن. في الوقت ده 2 من الحراس خدوا جثه ما عشان يدفنوها، وفجاه الاتنين شافوا ريكي خرج من الزنزانه بتاعته ونزل في الساحه تحت المطر. ولما وقفهم كسر القيود اللي على دراع ما واداله اللعبه المفضله بتاعته. واول ما الحراس مشيوا ريكي فضل يزعق بقى على صوته، ووعد نفسه انه لازم يرجع حق مال غلبان. وتاني يوم كانوا المساجين في غرفه الاستحمام وريكي كان موجود. وفي الوقت ده بري كان مكلف شكل اضخم مقاتل في السجن انه يخلص على ريكي. واول ما شكل هجم على ريكي اتفاجئ ان ريكي ضربه بسرعه صاروخيه هرسته زي البطاطس. واول ما ده حصل بري حاول يغدر بريكي من ظهره، ولكن اتمسك زي الفار واتكسر عظمه تماما. ولحسن الحظ ريكي قدر ينتقم للعجوز ما، والحراس وصلت للمكان عشان يحبسوه في السجن الانفرادي، ولكن كانوا مرعوبين جدا من ريكي واللي شافوه منه. وفي الوقت ده بيظهر نارومي، ونارومي بيبقى زعيم نص السجن، ولما بيقف قدام ريكي بيظهر له كل الاحترام لان ريكي بيكون عنده قوه جباره. وبعد كده لما الحراس حبسوه في الزنزانه الانفراديه رجعت بيه الذاكره لما كان طالب وقابل عمه شان يبقى واحد من اذكى معلمين الفنون القتاليه، وده لانه اسلوبه نادر جدا اكتشفه لما كان بيصطاد السمك. وقال لريكي استعرض مهارتك في القتال، وريكي بدا يستعرض سرعه ضرباته، ولكن هو بيتشقلب وقع على الارض. في الوقت ده شين عارف ان مستواه لسه ضعيف وما يقدرش يصطاد الاعداء ولا يدمرهم، ومن بعدها ريكي طلب من عمه شان يعلمه الفن القتالي النادر ده، وفعلا شان وافق. ولما الليل جه ريكي خد التعليمات من شان وبدا ينفذ التعليمات بتاعته، ولكن اول ما بدا ينفذها جسمه اتشحن بطاقه جباره ممكن تشق الجبال من قوتها، وقدر يكسر طوبه وزنها 1 كيلو. ومش بس كده، قدر يكسر طوبه وزنها 1 كيلو من غير ما يتاثر. وعمه شان في الوقت ده انبهر بيه جدا لان ريكي اتعلم الفن القتالي ده في ثواني وكسر الطوبه اللي وزنها 1 كيلو بكل سهوله. وهنا بنرجع للسجن تاني، وفي الوقت ده بيكون في 2 من الحراس بيقطعوا تركيز ريكي وبيكونوا جايين عشان ياخدوه لمأمور السجن الشرير. ومأمور السجن ده بيكون اسمه دان، ودان امر الحراس ان يقروا ملف ريكي. وهنا بنكتشف ان ريكي يتيم وكبر واتربى في دار تربيه الايتام، ولما دخل المدرسه كان فاشل ومحدش بيحبه، وفي الاخر دخل كليه الموسيقى وبعدها اختفى لمده 2 سنين كاملين. واول ما مأمور السجن سمع انه اختفى لمده سنه عارف ان هو اللي قتل واحد من اكبر رجال العصابات في المدينه. والمأمور حاول يتكلم
يتكلم معاه، ولكن ريكي ما اداهوش اي انتباه وعمل نفسه من بنها. ودان في الوقت ده اتجنن وما عرفش يتصرف معاه لحد ما وصلت الرساله المهمه، والرساله دي بتكون تخص ريكي، واللي كانت في الرساله صوره اخت ريكي. والمأمور قال له لو عايز تاخد الصوره قرب عشان تاخدها، ولكن فجاه ضربه بسلاح حاد واصابه اصابه كبيره في دراعه. وهنا ريكي حاول يمسك غضبه عشان ما يفرمش المأمور زي اللحمه، وفي ثانيه كسر المكان كله اول ما شاف صوره اخته واقعه على الارض. ودان حاول يضرب عليه نار، ولكن ريكي كان بيتحرك بسرعه عاليه جدا وقدر انه يهرب منه. وفي الوقت ده المأمور اترعب من ريكي عشان ريكي كان هينهي على حياته. وبعد كده ريكي مشي من المكان ورجع لزنزانته، وساعتها مسك صوره اخته وبدأ يفتكر الايام الجميله اللي كانوا فيها مع بعض، وافتكر لما كانوا بيجروا ورا بعض ولما كانوا بيلعبوا بالطيارات الورق سوا. وفي الوقت ده واحد من المساجين اسمه كاران كان ماشي في الطريق، ومن غير ما ياخد باله الكل اتجمع عليه وقعوه من على السلالم. وهنا بنعرف ان كاران يبقى مرشد وبينقل الكلام لمأمور السجن، والمساجين كانوا عايزين يقطعوه لان هو السبب في موت العجوز ما. ومره واحده ظهر واحد اسمه كوانج، وكوانج ده قرر يقطعه 18 حته عشان يدمره تماما. ولكن نارومي ظهر زي الشبح وبدأ يدافع عن كاران لانه هو كمان كان شغال جاسوس عند المأمور. وفي الوقت ده كوانج اتعصب بشده ووقف قدام رئيس السجن نارومي، ولكن ما عرفش يعمل حاجه مع نارومي، ونارومي تسبب له في اصابه مميته. ولما المأمور دان شاف اللي حصل كان في سعاده كبيره، ونارومي قرر يقابل دان عشان يعرف ايه اللي هيحصل في كوانج. في الوقت ده دان اتعصب على نارومي وقال له لازم نخلص على ريكي في اسرع وقت لانه شجاع جدا وما بيخافش وممكن ينهي علينا تماما. وادى لنارومي سلاح حاد ومميت جدا عشان يخلص بيه على ريكي. واول ما نارومي استلم السلاح اتحرك لساحه السجن وطلع على عمود كبير عشان يقتل ريكي، وفي نفس العمود ده كان متسلسل كوانج وكانت حالته خطيره جدا. وفي الوقت ده نارومي هجم على ريكي بشراسه مجنونه ارعبت كل المساجين، ده غير انه ضخم جدا وعضلاته مقويه قلبه. وهم داخلين على بعض ريكي ما كانش عايز يخلص عليه، ولكن فجاه نارومي استخدم كميه كبيره من الازاز ودخلها في عين ريكي، فريكي وقع على الارض وما كانش عنده مخرج نهائي من اللي هو فيه وما كانش شايف حاجه بعينيه. ولكن في ثانيه ضرب الارض ضربه شقتها وغرقت المكان كله ميه. ولحسن الحظ ريكي عيونه نطفت ورجع للقتال من جديد، ونارومي انفجر من الغضب وخرج السلاح الحاد وهجم على ريكي بشراسه، ولكن اتغفل زي الغبي، وريكي اظهر بركان الغضب اللي كان محبوس جواه وكسر عظم نارومي تماما. في الوقت ده كل المساجين فرحوا جدا بيه لانه شجاع وبيدافع عن الحق، ولكن لسوء الحظ كوانج كان مات. وريكي في الوقت ده بيقول ان السبب في موت كوانج هو المأمور دان. فالمساجين سمعوا كده وحاولوا يهجموا على المأمور بكل قوتهم، ولكن في ثانية واحدة ظهرت عصابة الأربعة، وعصابة الأربعة دي بتكون مكونة من أخطر المقاتلين في العالم. عشان كده ريكي أمر المساجين يرجعوا عن القتال عشان محدش فيهم يموت. ومأمور السجن شاف كده فتحدى ريكي إنه يواجه العصابة الأربعة وقال له لو راجل خلص عليهم. وبعد كده لما ريكي كان بيتمشى في السجن قابل واحد اسمه تيوان، وتيوان يبقى صاحب نارومي اللي ريكي خلص عليه. في الوقت ده ريكي حاول يعلمه ازاي يصفر بورق الشجر عشان ما يخلوش حزين، ولكن فجأة بنتكشف ان مأمور السجن قطع لسان تيوان، وتيوان زعل اكتر ومشي بسرعه. وبعد كده ريكي قرر يضحي باغلى حاجه عنده في السجن اللي هي العود، ولكن اول ما تيوان خد العود بقى في حاله من السعاده ملهاش حدود. وهنا ريكي نزل يلعب معاه، ولكن في نفس الوقت تومي اللي يبقى واحد من عصابه الاربعه ورئيس الزنزانه الغربيه للسجن شاف جوان بيسلم ريكي ممنوعات، ده غير انه عرفه على المكان اللي بيتم فيها زراعه الممنوعات دي. واول ما ريكي عرف كده اتصدم وقرر انه يوقفهم عند حدهم ايا كان الثمن. وبعد كده لما تيوان قابل رئيس الزنزانه الغربيه تومي امره بقتل ريكي وقال له هيخلص على حياته تماما. فتومي قرر يضحي بنفسه عشان ينقذ ريكي من الموت ورفض يسمع كلام توان. فرئيس الزنزانه الغربيه قطعه زي الفراخ ورمى الكلاب الشرسه. وبالليل الجميع اتصدموا لانهم شافوا توان متفرتك تماما. وريكي لما شاف توان مقتول عرف ان قتلوه عشان قال له على المكان اللي بتزرع فيه الممنوعات اللي في الزنزانه الغربيه. ولما قرب منه ومسك العود الخاص بيه انفجر من الغضب وقرر انه لازم يجيب حقه. وبالفعل في الوقت اللي المأمور دان ورئيس الزنزانه الغربيه كانوا بيتكلموا عن الطريقه اللي هيخلصوا بيها من ريكي كان بيخلص عليهم بالطريقه الخاصه بتاعته، وكان بيحرق لهم كل الممنوعات اللي موجوده في الزنزانه الغربيه. ولما المأمور عرف باللي ريكي عمله اتجنن لان رئيس السجن لو اكتشف الخبر ده هيخلص عليه. وهنا امر تومي ينزل لريكي في ارض المعركه ويحاربه لاخر نفس وما يسيبوش الا لما يخلص عليه. وفعلا تومي نزل لواجه ريكي واستخدم اسلوب قتال ياباني سري وضربه في عضله قلبه. واول ما ريكي خد الضربه حركته اتشلت تماما وكان فاضل له 30 ثانيه بس وقلبه يتوقف عن النبض. وفي الوقت ده جميع المساجين حضرت القتال عشان تشجع ريكي، ده غير ان ريكي رجع بالذاكره للماضي وافتكر كلمات عمه شان المحفزه جدا. وفي ثانيه ريكي قام زي البرق وضرب تومي ضربه قويه جدا، ولكن بقى عصابه الاربعه وصلت للمعركه. وفي الوقت ده المأمور اكتشف ان رئيس السجن جاي بنفسه تاني يوم، فقرر انه يضرب انذار الطوارئ. وانذار الطوارئ ده مهمته انه يقتل اي حد موجود في الساحه. ولحسن الحظ ريكي قدر يهرب من المكان، ولكنهم لما دخلوه في الزنزانه رموا عليهم كميات كبيره من الاسمنت غرقتهم من كل اتجاه.
ولكن قبل ما يتجمدوا ريكي كسر الحديد بايد واحده وشال واحد من العصابه الاربعه على كتفه عشان ما يموتش. وهنا بنعرف ان ريكي رغم انه وحش مدمر الا انه قلبه طيب. ولكن في الوقت ده هما الاتنين اتجمدوا. وفي اليوم التاني المأمور دان جهز الحراس عشان يقابلوا الشخص الظالم رئيس السجن ليجاسي. وبالفعل بعد طول انتظار ليجاسي نزل من العربيه الخاصه بيه مع ابنه المدلل. وهنا بنكتشف انه كان يعرف كل حاجه عن التخريب اللي كان بيحصل وبيستخدم مأمور السجن لزراعه الممنوعات. وهنا قرر انه يقابل ريكي عشان ينتقم منه بعد ما حرق له مزرعه الممنوعات بتاعته. ولما دخلوا مكان التعذيب ليجاسي قرب من ريكي فريكي مسكه من رقبته وقبل ما يخلص عليه ظهر الوحش الضخم ونزل طحن في ريكي بدون رحمه. ولكن ريكي ما تأثرش وانهى حياه الضخم ده في ثواني. فرئيس السجن ليجاسي قرر ينهي اللي بيحصل ده وفكر انه يهرس ريكي زي البطاطس فنزل عليه كتله حديديه ضخمه. في الوقت ده ريكي ما كانش قادر يستحمل الشده لحد ما ريكي خرج بركان قوه من جواه كسر بيها الزنزانه وخرج علشان يخلص عليهم. ولكن ريكي وقع في فخ كانوا عاملينه له. تاني يوم رئيس السجن جمع المساجين عشان يدفنوا ريكي في الساحه الخلفيه وهو عايش. والمساجين كانوا رافضين تماما لان ريكي كان دايما بيدافع عنهم طول الوقت. واول ما الرئيس شاف كده قتل كل مسجون رافض انه يقتل ريكي. في الوقت ده ريكي قال للمساجين ينفذوا الاوامر لان ده مش ذنبهم. وكل واحد من المساجين كان في حزن شديد وهو بيدفن ريكي. وريكي بيكون هيندفن لمده 7 ايام متواصله بدون لا اكل ولا شرب وبعد المده المحدده هيخرج. ولما بالليل جه ريكي بدا يفتكر السبب اللي دخل فيه الجحيم ده اللي هو لما كانت اخته ماشيه في الشارع وراجعه من الدرس متاخره فمجموعه من البلطجيه شافوها وبداوا يطاردوها ولسوء الحظ قدروا يمسكوها. ولكن قبل ما يعملوا فيها اي حاجه خلصت على نفسها في ثواني. ولما ريكي اكتشف اللي حصل اتحرك زي الاسد عشان يوجه رئيس العصابه اللي اتسبب في موت اخته. واول ما ريكي وقف في طريق رئيس العصابه ضربوا 5 رصاصات في جسمه. ولكن ريكي ما اتهزش وفضل واقف زي الجبل وانهى على حياه الكلب ده بسرعه البرق. وبعد 7 ايام من دفنه جه الوقت اللي هيخرج فيه ريكي. وفي الوقت ده كل اللي في المكان بيكونوا فاكرين ان ريكي مات. ولكن لما خرج من تحت الارض فجاه كسر كل السلاسل ورجع زي الاسد المفترس وجاهز عشان يلتهم الاعداء. في الوقت ده المساجين كانوا فرحانين جدا برجوع ريكي. ولكن المأمور ورئيس السجن كانوا هيتفجروا من الغضب. وفي لحظه المعده الضخمه دي دخلت على ريكي. ده غير ان تومي رئيس الزنزانه الغربيه نزل طحن فيه بكل قوته وكسره تماما. بعد كده رئيس ليجاسي قرر انه يخلص عليه ودخله في غرفه تعذيب مميته. والغرفه دي بتكون معروفه في غرفه الموت. وواحد من عصابه الاربعه فضل يضرب في ريكي بدون رحمه. ولكن كل محاولاتهم باتت في الفشل الذريع. فقرروا انهم يرجعوا ريكي للحبس الانفرادي وسابوه متسلسل زي الكلب لوحده. وبعد فتره ريكي كان نفسه ياكل وهيموت من الجوع حرفيا. فواحد من المساجين عنده جراءه كبيره وما بيخافش من اي حد اتحرك في سريه تامه وقدم الاكل لريكي. واول ما المسجون ده عمل كده المرشد ده عرف مأمور السجن باللي حصل وعرفه بخطه الانقلاب اللي ريكي عايز يعملها. وفي ساعتها المأمور اتحرك مع الحراس وانهوا على حياه المسجون الشجاع ده. ولكن ما عرفوش ان روكي موجود وما بيسيبش حق الغلبان. واول ما دخلوا عليه الزنزانه اتفاجئوا انه اختفى زي الشبح. ولكنه في الحقيقه كان واقف على السقف زي سبايدر مان وهجم عليهم هجوم فتاك خلص على المأمور تماما. وبالفعل الانقلاب ده نجح وريكي وجميع المساجين بقوا في مواجهه مع رئيس السجن ليجاسي ورجالته. وفي الاول ما كانش قادر حد يقف في طريقهم. ولكن لما وصل رئيس السجن وتومي رئيس الزنزانه الغربيه الوضع اتغير 180 درجه. وده لان تومي مقاتل ياباني اصيل اتعلم فن قتال النينجاتسو السري على اكمل وجه وقدر يخلص على عدد كبير من المساجين. ولكن لما وقف قدام ريكي المواجهه اتغيرت 180 درجه وبقت المواجهه ما بين اقوى مقاتل ياباني مدمر وبين ريكي الوحش الكاسر. وفي الوقت ده الرئيس ليجاسي كان قاعد بيتفرج عليهم ومستمتع ومستني اللحظه المناسبه عشان يتدخل. اما ريكي اكتشف ان تومي ضعيف وما يقدرش يتصدى الهجمات المميته فعمل ضربه لولبيه على الطريقه الصينيه وفرتك تومي بيها. وبكده يبقى العدو اللي في طريق ريكي الرئيس الظالم ليجاسي. ودي بتبقى الحرب النهائيه اللي هتحدد مين هينتصر. وبالفعل المواجهه بدات. ولكن حصلت حاجه غريبه زي اللي بتحصل في الافلام. رئيس السجن بدا يتحول لوحش شكله عبيط. ورغم انه اكتسب قوه كبيره الا ان ريكي ما فرقش معاه اي حاجه وخلص عليه في ثواني وكسب القتال. واول ما خرج للساحه وقف قدام سور السجن العظيم وشن طاقه اسطوريه كسر بيها الجدار وخرج نفسه من جحيم السجن. وهنا فيلمنا بينتهي. ما تنساش لايك للفيديو وعشان تكون اول واحد يوصلك الفيديو الجديد اشترك في القناه وفعل زر الجرس. السلام عليكم.